أحمد عطاف والوزير السابق رمضان عمر. زميلات، أسعد بهذا اللقاء صباح اليوم الذي يمثل محطة مهمة في تاريخ الدبلوماسية الجزائرية. وما دمت أشرت إلى تاريخ الدبلوماسية الجزائرية، دعوني أطلب منكم من فضلكم الوقوف دقيقة صمت تراحما على شهداء الأمة بما فيهم شهداء الدبلوماسية الجزائرية. ونحن عشية الاحتفال بعيد النصر، ومثل ما نعرف يشكل تاريخ 19 مارس عيد النصر، وهو العيد الذي اشتغلت من أجل تحقيق الهدف المنشود، وهو الانتصار الذي أدى إلى استقلال الأمة والوطن. فدعونا نجعل مثل ما جعل أسلافنا ذلك مصدر إلهام للدبلوماسية الجزائرية، ونتذكر دائما أسلافنا وتضحياتهم، ونلتزم بالمضي قدما على نهج ما أدى إلى صنع المعجزات. ومعجزة الاستقلال بكل تأكيد هي أكبر معجزة في تاريخنا المعاصر. تفضلوا. تفضلوا.